السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. انا قايل لكم الفتره دي معانا انتاج على طول في قلب الفقاسه، فبسم الله ما شاء الله. كان معانا انتاج الفتره اللي فاتت دي كام يوم ورا بعض، وطلع معانا امبارح، طلع معانا النهارده، طلع معانا بكره ان شاء الله. فربنا ييسر امورنا جميعا يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان. كل انتاج ينزل معايا في الفقاسه انزل لكم بيه فيديو، والله العظيم مش هبخل عليكم باي حاجه، عشان اشجع غيري ان هو يجيب فقاسه. اللي عايز يعمل مشروع يشوف الانتاج قدام منه وحابب يعمل المشروع ده، يبقى عنده يعني متحمس للحاجه ديت، ويبقى عارف وواثق مليون المية ان الحاجه دي كويسه وبتجيب ارباح كويسه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل مكان. كل يوم هيبقى ليكي دخل من قلب الفقاسه بتاعتك لبيتك، فربنا ييسر امورنا جميعا. لو كل يوم هتدخلك 100 جنيه وانت قاعده في قلب بيتك تبقى 10 على 10. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل مكان. بس انت لو هتعمليها كمشروع للاهالي فقط، فكل يوم هيبقى معاكي انتاج وارباح كويسه. انما انا بشغل لبيتي لطيور بيتي والناس تخصني او تعز عليا، بس ناس بسيطه، ما عدتش بشتغل اهالي زي الاول. فربنا ييسر امورنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل مكان. والله حقيقي انا لو معايا تمن الفقاسه ان انا ارجعه لصاحبها هرجع له ثمنها، لان هو فعلا قال لي لو عارفه تبيعيها بيعيها. يعني انا لو معايا ثمنها حاليا ان انا ادفعه له، كنت رجعت له فلوسها وشغلتها تاني اهالي معايا تزنق مع التاني وتساعد في مصاريف البيت وعلى فطير وكده. فان شاء الله خير، ربنا ييسر امورنا جميعا. فيلا بينا نفتح الفقاسه. يا ريت الكل يسمي بالله ويصلي على الرسول ويدعي لنا بالبركه ان ربنا يبارك ويزيدنا من فضله يا رب، اللهم امين. انتاج النهارده الله اكبر عليه، ربنا يبارك يا رب. انتاج بلدي هجين وانتاج فيومي وجميزه، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ده الجميزه اهو، بسم الله ما شاء الله. لازم يبقى في بطنه او في رقبته او في دماغه علامه بيضه او في جناحه زي ما انتم شايفين كده. لو اسود خالص ما يبقاش معاكي جميز اهو، شايفين؟ لازم يبقى فيه الجميزه، يبقى فيه اي علامه بيضه. دول بيجيبوا عندي من زمان، والانتاج بتاعهم اغلبيته بيطلع جميزه وفيومي وساسو زي ما انتم شايفين اهو. ده ساسو اهو، ربنا يبارك لهم يا رب، اللهم امين، ويرزقني ويرزقكم جميعا يا رب خير الدنيا والاخره. ده الانتاج اللي خارج معانا. شوف بس حاجه نلم فيها القشور كده، عشان احنا بنحطها له الكتور بتاعتنا. هنجيب بس الجردل عشان نهوي الفقاسه بتاع طبق الطحادين بتاعنا او طبق الهاتش، عشان الدرج بتاعنا ايه، نهويه من القشور، نشوف ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا. عايزين نعرف عدد الكتاكيت. فربنا يبارك لنا يا جماعه. في كتكوت لسه خارج اهوت، لسه عايم ميه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب، ويدي كل واحد على قد تعبه وعلى قد ضميره يا رب، اللهم امين. ربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله. القشور ديت انا بحطها للطيور بتاعتي مش برميها، والطيور بتاعتي بتاكلها. فربنا يبارك يا رب. ده كتكوت اهوت برضه لسه طالع، كتكوتين لسه طالعين، فدول ان شاء الله جماعه لسه كتاكيتهم لسه ما نشفتش دي، دول هتصل عليهم بعد التراويح بياخدوهم. انما اللي نشفوا دول هتصل على اصحابهم بياخدوهم دلوقتي. فربنا يبارك يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان. فاحنا عايزين نعرف عدد الكتاكيت اللي معانا. واحده كانت جايبه لي 10 بيضات، العشرة كل يوم ترن عليا البيض في كسر، فروا لي البيض، اعملي لي البيض. لقيت لها بيضه فاضيه، ترجع ترن علي بيض الفراخ عامل ايه، طلع ما طلعش. يا شاي السميع العليم، انا ما بحبش الناس الزنانه، لان الزنانين دول بيبقى رزقهم ضيق جدا جدا. كان لها 9 بيضات يطلع لها 4 والخمسه اهم. يعني انا حطاهم جنب البيت بتاع الفقاسه اهو، واحد مات على النقر اهو، والاربعه التانيين كتموا. وواحد جايب 23 بيضه والله العظيم، ما كلمني فيهم ولا سالني عليهم، طلع له 20 كتكوت وثلاثه دول فاضيين، دول فاضيين. فسبحان الله. واحده بقى جايبالي 22 بيضه برضو نفس النظام. لقيت فيهم واحده مكسوره وعرفتها ان فيهم بيضه مكسوره، فبتقول لي بالله عليك يا ام محمد خدي بالك من البيض بتاعي وبشريه كويس. انا بشر اعمل فيه ايه يعني يا جماعه؟ طب بالله عليكم انا هعمل فيه ايه؟ انا بحط في الفقاسه ليكي وللتانيه وللتانيه وللتالته، وبحط البيض كله مع بعض. اللي بيسيبها لبركه ربنا ديت والله العظيم ربنا بيرضي. يعني اللي جايب 23 بيضه طلع له 20 كتكوت. هي بقى لقيت بيضه مكسوره ومعانا اللهم صل على محمد ادي 5 همت، في حاجه تانيه 5 هم، وفي واحده هنا فرقعت. يعني 6 بيضات من ال 21 طلع لها 15 كتكوت من ال 22 بيضه، منهم واحده مكسوره وحطينا 21 في الفقاسه. يعني شوفوا اللي ما اتكلمش نسبته بسم الله ما شاء الله، واللي اتكلم وبيناحي سبحانك يا رب. فهو والله العظيم هي ارزاق وقرف، ملهاش دعوه، والله هي ارزاق وقرف.
هنعد دول مع بعض كده نشوف الكتاكيت اللي معانا. ادي 2 4 6 بس اصبروا 8 10 12 14 16 18 اثبتوا 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 كان في كتكوت هنا اهو 40 كده عددنا مظبوط. هي لها 16 والراجل اللي كان جاي 23 ليه 20 والتانية لها 4 يبقى دول 40 كتكوت معانا هم. ربنا يبارك لاصحابهم يا رب اللهم امين ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. ربنا يبارك للجميع. الكتكوتين اللي فاضلين دول بتوعنا هنا دول ده كتكوت رومي وكتكوت هندي بتوعنا دول مش بتوع حد تاني، دول بتوعنا احنا من الانتاج اللي كان خارج لنا. والبيضه دي انا ما فرستهاش، ده الانتاج اللي كان خارج لنا وايه ودول كانوا لسه مبلولين فقلت اسيبهم بداوا ينشفوا معانا اهو. فجيت ابص لقيت الانتاج ده طالع برده معانا فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. فانا هتصل على اللي 20 كتكوت يجي ياخدهم واللي لها 4 تيجي تاخدهم وال16 هسيبهم لما بعد الفطار عشان ينشفوا الكتكوتين اللي معانا دول. فربنا يبارك ويحمي يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. معانا بقى جاي لنا بيضه النهارده. هنشيل بقى الكتكوتين بتوعنا دول نحطهم في اي حته ولا نشوف رف تاني نحطهم في ده اهو وننفض بقى الرف ده عشان معانا جاي لنا بيض بط وبيض فراخ. فهنبدا ندخله بقى في الفقاسه بسم الله الرحمن الرحيم عشان بيض البط جاي لي من امبارح. ده بيض البط اهو طالع عندي بيض كتير فاضي هات لي ناس عايزه اتصل على اصحابهم يجوا ياخدوه. ده بيض البط اهوت نحطه في المكان اللي فيه السلك مقطوع ده عشان بيض الفراخ بيقع من الحتت المقطوعه دي، انما بيض البط كبير ما بيقعش اهو. الست بقى اللي جايبه لي البيض ده عندها مواشي وريحه البيض استغفر الله العظيم يا رب. فانا ما عنديش حاجه اعقمه، انا حقيقي ما عنديش حاجه اعقمه بس يلا مش مشكله ربنا اللي بيسترها طالما ما بنزعلش حد مننا. دول 28 بيضه. انا عندي بيض بط ليا هناك بس ما رضيتش اجيبه عشان ايه مش عايزه احطه مع بيض حد عايزه احطه في يوم لوحده. فانا هستنى اليوم السبت طالع من عندي اوردر بيض فالبيض اللي يبقى فاضل عندي هرصه مع بيض البط ان شاء الله اللي يبقى موجود عندي. جاينا برده 51 بيضه فراخ هنرصهم في الرف من جوه. ربنا يبارك ويحمي يا رب اللهم امين. دول 51 بيضه فراخ. دي كانت جايبه لي 45 بيضه الانتاج اللي كان طالع من يومين طلع لها 36 كتكوت. بقيت مبسوطه بهم جدا تقول لي بسم الله ما شاء الله. يعني في ناس ما بتتكلمش وبترضى بنصيبها وبترضى باللي ربنا بيقسمه لها وفي ناس تعبه جدا جدا. انا اتخنق من ريحه البيض البط ده على ما اخلص. فربنا يرزق كل من كان يا جماعه ربنا يرزق كل من كان. انا ما قلتش البيض بتاعنا النهارده خالص والله. فانا هرص بيض الفراخ ده وهرجع لكم. خلاص يا حبايبي رصيت البيض ده بيض الفراخ اهوت باسم نوره وده بيض البط اهوت باسم محمد. ربنا يبارك ويحمي يا رب اللهم امين. هنقلب بقى البيض اللي موجود معانا سواء رومي او فراخ او اي حاجه موجوده معانا هنقلب. فربنا ييسر يا رب ان شاء الله. في بيض هنا جوات ومش واخده بالي منه. اهم شيء سلك الحساس عشان ما يوديناش في داهيه. ربنا يسترها معانا جميعا. بتمرجحوا البيض بايديكم يا جماعه والله العظيم. ما هي مش محتاجه يعني مش محتاجه افتكاسه ولا محتاجه حاجه وسهله جدا جدا والله العظيم. والانتاج زي ما انتم شايفين كلكم حضراتكم اهوت الانتاج معانا الله اكبر عليه. ده لسه حاطينه دلوقتي انتاج 10 على 10. عايزين نفضي اماكن بحيث ان ايه لما يجي لنا بيض يبقى عندنا اماكن نحط فيها كميه البيض بتاعتنا. ربنا يبارك فيهم يا رب ان شاء الله. ده بقى الانتاج اللي جانا النهارده الله اكبر عليهم. ربنا يبارك ويحمي يا رب. ربنا يبارك للجميع. 40 كتكوت همت خارجين معانا النهارده بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للجميع. ده الانتاج اللي جانا النهارده والرزق اللي جانا. ربنا يوسع رزقنا يا رب اللهم امين يا رب ويرزق كل من كان. ناسيه البخاخه بره خد يا حاج. ما رشتش بيض لان انا كنت ناسيه البخاخه بره فما رشتش البيض ميه. ربنا يبارك للجميع يا رب اللهم امين. الحوض بتاعنا اهوت عايز ميته تتغير لان ميته بقت وحشه لان ما بيطلع معانا انتاج طيور مره ورا مره فبيطلع هبو كده من الطيور زي ريش صغير كده او تراب او حاجه فدي بيتكون في الحوض بتاع الفقاسه من فوق فبيخلي الميه تتغير بسرعه. فعايزين نغير الحوض نغير الميه اللي في الحوض. فربنا يبارك ويحمي يا رب. اوريكم الكتاكيت بتاعتي اللي خارجه نشوفهم نطمن عليهم برده بسم الله ما شاء الله.
بصوا بصه سريعه كده مع بعض. عسل عسل عسل، الله اكبر عليهم، بسم الله ما شاء الله. الدفى هو كل حاجه. والكتكوت اللي جه طالع مش قادر يمشي ده اهو، ابو رقبه معوجه ده، مش عارفه اعمل فيه ايه. ده ابو رقبه معوجه اللي معانا اهو. بس اهو هو عايز حد يشربه ويحطه على الميه يشرب، فالله المستعان بقى، ربنا يسترها بقى معانا. وطلعنا النهارده 4 كتاكيت، منهم الكتكوت اللي عنده اعاقه في دماغه ده. بس هو ديك بس، يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. هياكل ازاي ولا هيعمل ازاي مش عارفه، فالله المستعان بقى، هو ورزقه هو ونصيبه. يلا ربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره، اللهم امين يا رب، اللهم امين. شايفين اهو بيعمل ازاي، ده هياكل بقى ازاي ولا يشرب ازاي ده بقى، فيلا مقطوع منه النصيب الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. دول التلاته البراهمر طالع لنا همت، بسم الله ما شاء الله. واحد هناك اهو الرصاصي ده، وواحد اهو والبني، واللي نايم على الارض ده. فربنا يبارك، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب، ربنا يبارك للجميع. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده حبايبي، ده بقى المكان المخصص لطيوري الصغيره للتحضير وللفقاسه بتاعتي. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره.